بصراحة مؤخرا الكلام على مشاكل العلاقات بقى كتير جدا، العلاقات الإنسانية عموما مش بس العلاقات ما بين راجل وست. فتقف قدام بقى هي مين الدايرة اللي المفروض نبقى قريبين منها، مين الناس اللي ممكن تسمع أسرار وتحكي لها عن تفاصيل وانت كده حاسس بالأمان، حاسس كده زي ما بيقولوا أهالينا بالستر والغطا. هي هنا الفكرة بقى، فكرة الستر والغطا. كانت واحدة صاحبتي والدتها كده ربنا يديها العمر قالت لي في مرة مفيش حد في الدنيا هيبقى ستر وغطا قد أهلك وإخواتك. تفسير الأخوة بالنسبة لي بشوفه في مشهد عظيم في فيلم اسماعيلية رايح جاي، لما محمد فؤاد كان رايح يتخانق مع خالد النبوي وفجأة خرجوا من ماتش الكورة اللي كان بيلعبوا كده بعد ما اتخانقوا مع بعض والخناقة كبرت جدا وهما الاتنين خلاص قافشين قوي على بعض. راح يكمل لعب كورة وقع على الأرض. أول ما وقع على الأرض الموسيقى التصويرية اتغيرت ورجع محمد فؤاد واتخانق مع اللي ضربه كده وقال له جرى إيه يا سعيد يا حافي، أنت غيران منه عشان بيلعب أحسن منك، ونسي في ثواني اللي حصل بينه وبين أخوه مفيش من دقيقتين. ده بقى بالنسبة لي مشهد عظيم جدا في الأخوة. مهما حصل ما بيننا، لو كلنا بعض زي ما بيتقال، اتخانقنا اختلفنا كنا مقطعين بعض، بس في النهاية الستر والغطا هيكون في الأهل والإخوات. فنعتبر كده الكلام ده دعوة إنه أي حد عنده خلاف مع إخواته أو أي حد حاسس إن هم ما بيكلموش زي الأول بقالهم فترة، لو هو مش قادر يواجهه يعني ويصالحه ممكن جدا يعملوا منشن في الكومنت. أنا بداية أحب أشكر جدا إخواتي ياسمين وتامر، وكل الناس تكتب أسامي إخواتها وتشكرهم على إن إحنا بنستلف لبس من بعض، على إن إحنا بنتخانق وبنسمع حكايات بعض، على إن مفيش حد في الدنيا شاركك ذكريات وتفاصيل قد إخواتك.